السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا النهارده طالعه اتكلم في فيديو مهم جدا، فيديو مهم جدا جدا جدا، يخص كل اب وكل ام، بجد يخص كل اسره. الموضوع ده بين اب وثلاث عيال. الموضوع ده مؤثر جدا جدا جدا، واكيد حصل مع ناس كتير. انا ما بقولش حصل مع الكل، انا بقول اكيد حصل مع ناس كتير. ايه هو بقى موضوع الاب وثلاث عيال اللي جايه تتكلمي عنه؟ الموضوع اللي انا جاي اتكلم عنه ما بين الاب والثلاث عيال. اب معاه ثلاث عيال، مع بنتين وولد. يمكن الاب في المعامله ما بين البنتين والولد مختلفه جدا. مختلفه في ايه بقى؟ مختلفه مع البنتين عشان خاطر الولد؟ لا خالص. مختلفه مع فرد شخص واحد، اللي ايه هو بقى؟ البنت. مختلفه ازاي يعني؟ او مختلفه في ايه؟ مختلفه في كل حاجه. مختلفه. تعالى نتكلم على البنتين. عنده اصغر بنت دي بيحبها موت. طب ما هتقولي ما انت عنده اتنين تاني؟ لا. طب ممكن تكون عشان اغير واحده؟ لا برضو. طب امال ازاي؟ هقول لكم انا بقى ازاي في المعامله ازاي. يعني يمكن هو برضو مش خايف من حساب ربنا، مش عارف ان في اخره، في الاخر هتحاسبه على كل حاجه عملها، على اول ما الشخصيه دي اتولدت لحد ما هي تموت او هو يموت. تتقطع بقى هنا الحساب. ازاي؟ هقولك ازاي. عنده بنته الصغيره دي ما بيغلطهاش في حاجه خالص، حتى لو عارف ان هي غلطانه، لا بيجيب الحق على التانية وهي لا. ايه تاني؟ بيفضلها عنها في كل حاجه. في كل حاجه ازاي يعني؟ في كل حاجه، في جهاز، في جواز، في صرف، في مصاريف، في كل حاجه، غير التانية بكتير. هنا لما جت بنته صغيره اتجوزت، عمل ايه؟ جهزها، وده المفروض عليه. تمام. جت ما حصلش نصيب وانفصلت، جت التانية اتجوزت. عمل ايه؟ يا ترى ممكن يكون عمل ايه؟ لا، ما جهزهاش. خلاها عملت قرض وجابت من حاجتها وكان ناقص حاجات. يا ترى هو ممكن يعمل ايه؟ خلاص بقى فاضل حاجات صغيرة مثلا هو يديهم لها، هو يجيبهم لها؟ لا، اداها حاجات اختها المنفصلة. ده لو عاجبك. طب ما هو انت جهزتها جهاز كامل. لمجرد اما كانت متجوزة كان البصل بيروح يجيبه لها. يعني لما يطلع عندها ويلاقي التلاجة فاضية كان بيملاها لها. يا وين التانية عمرها ما يطلع تعالى املالي تلاجتي. انا محتاجة اديني. ممكن التانية لو خدت منه 100 جنيه ممكن يحاسبها عليها. التانية لا. التانية لا. بجد يا ريت كل اب وكل ام بيحصل معاهم كده بيفرقوا حد عن حد. حرام عليكم، انتوا هتتحاسبوا حساب كبير جدا. هتتحاسبوا بجد حساب الملكين. انتوا مش باصين للاخره. انتوا فاكرين ربنا مش هيحاسبكوا؟ ده انتوا ربنا هينتقم منكم، مش هيحاسبكوا. لان انتوا ظلمتوا عيالكم. ظلمتوا عيالكم جامد قوي. هل بقى الكبيره دي بيعوزها في ايه؟ بتبقى بنته في ايه؟ لما يكون عنده مشكله او مع عياله في مشكله، يتصل بالكبير عشان تيجي تحلها له، دي في وقتها. بعد كده خلاص اتقطع الاتصال واتقطع كل حاجه. هو اهم حاجه بيعرف بنته ساعه المشاكل، غير كده مفيش. انا من رايي المشكله دي مشكله كبيره قوي، مش صغيره ولا هينه. يعني هو شايف من وجهه نظره اللي هو مش هيتحاسب، ولا هو عارف اللي هو هيتحاسب وقد حساب ربنا ليه؟ يا ريت يكون بيسمعني من خلال الفيديو ده. بجد بجد انا يعني انا عايزه اوصل للشخصيه دي رساله، ان انت ربنا هينتقم منك اكبر انتقام. انت ربنا هيحاسبك حساب كبير.
انت عامل فرق معاملة بطريقة وحشة. تعالى قولي، هو انت صرفت عليها ايه من يوم ما اتولدت ليوم ما اتجوزت ليوم ما خلفت؟ ولا شيلن، ولا شيلن. هل انت فاكر انت مش هتتحاسب؟ لا، انت هتتحاسب، وحسابك عند ربنا كبير قوي 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 قوي. يعني يمكن هي لو بتحاول تعمل صورتك شوية، تحلي صورتك شوية، بس انت للأسف، للأسف انت انتزعت من قلبك الإبوة، انتزعت من قلبك الرحمة، انتزعت من قلبك الرحمة، انتزعت من قلبك كل حاجة. عشان تعمل فرق ما بين دي وما بين دي، يعني جهاز ما جهزتش واديتها حاجتها وانت عارف، اما حد يعني حاجتها وهي منفصلة واستعملتها، وده لو كان عاجبك. ما وقفتش معاها في جواز، ما وقفتش معاها في ولادة، ما وقفتش معاها في اي حاجة. يا وني لما كنت بتتصل بيها كانت بتيجي جري. انت ايه يعني ما قلبك ما يعني، انا مش عارفه هقولك ايه بصراحه. انا من هنا بجد مش عارفه اقولك ايه. بس انت ما تستاهلش تكون اب، انت ما تستاهلش تكون اب. انت يعني ما تستاهلش ان حد يترحم عليك حتى. شفت الرحمه بتاعت ربنا؟ بالقدر اللي عملته فيها بجد ربنا ينتقم منك، وحسابك عند ربنا حساب عسير. يعني يعني خاف من حساب ربنا، خاف بجد 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 من حساب ربنا. ما شافتش منك يوم حلو، ما شافتش منك معاملة حلوة، ما شافتش منك كلمة كويسة، غير عشان مصلحة عيالك، غير عشان مصلحة عيالك بس مش اكتر. غير كده انت مش اب. فياريت كل اللي بيسمع الفيديو ده يدوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو عجبكم اكتبوا لي في التعليقات، اكتبوا لي اتكلم عن مواضيع ايه تانية. وانت لو بتسمعني، انا من خلال الفيديو ده انا شخصيا بقولك حسب الله ونعم الوكيل فيك. انت تبقى عارف اللي هي محتاجة ما بيهونش عليك تساعدها. لو التانية وقعت، لو التانية وقعت، انت عندك استعداد تدفع اللي قدامك واللي وراك. فانت حسب الله ونعم الوكيل فيك، ومنك لربنا، ومنك لربنا. ويا ريت تكون الفيديو يوصلك. انا عارفه ان انت اصلا حتى لو سمعت الفيديو هيبقى عندك لا مبالاه، لان انت انتزعت من قلبك الرحمه. فعادي، مش هيفرق معاك فيديو حد يتكلم ولا حد حتى ينصحك ولا يوجهك. لا، انت في يوم من الايام قلت انا عارف انها هتحاسب. يعني انت عارف ومش فارق معاك ذنب ربنا حتى. فالحمد لله. انا مش هقول اسامي، ومش هقول انا بتكلم عن مين برضو، عشان الناس ما تكتبليش في التعليقات. انا مش هقولها بتكلم عن مين. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير.